رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. ارزقنا يا رب. يا اسطى عرفان ارزقنا يا كريم. أهلا بحضراتكم. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وملخص فيلم جديد. أرجو لكم الاستمتاع بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. سلام. يبدأ الفيلم بالطفل سهير هو رايح يبيع الخواتم بتاعته، وخد الفلوس وجري على السيرك اللي هم شغالين فيه مع أبوهم، وراح لأبوه اسمه إقبال وادوله الفلوس، وأبوه عليه قرض للبنك ومش عارف يسده. اتبسط جدا منه، لكن قدامه مشكلة، وده أندرسون رايح لأبوه عشان يسيب أم السيرك عشان هو هيحجز عليه في المزاد العلني. إقبال عمال يعمل له شوية فقرات عشان يقنعه يسيبهم، لكن الراجل مصر إنه يعمل حجز على أم السيرك ده. الواد سهير عمال يترجى مفيش فايدة. أبوه قال له يا خلي عندك كرامة، وعايز يموت أندرسون لكن بينتحر في الآخر بطلقة في دماغه. الواد اتصدم وتمر الأيام ويكبر سهير، وما شاء الله ما شاء الله يبقى مجرم وحرامي ممتاز، بيسرق البنوك والشرطة بتجري وراه، واللي فات بطاطس مقلية واللي جاي كفتة مشوية. هرب منهم هنا وكسروا عربياتهم واتدمروا واتبهدلوا، وقدر يفلت من ايديهم. بينتقم لموت ابوه. الشرطة هنا اتجمعت، ونتفاجئ ان البنك ده بتاع اندرسون، ودي المحققة فيكتوريا بقول لها ده تاني بنك يتسرق ليا ويسيب لي القناع ده ويقول لي اذهب للجحيم. وده الواد سهير بيفتكر بقى وبيرجع بذكرياته زمان واقف قدام نفسه كده، وافتكر لما والده انتحر وراح المستشفى. وده جي وعالي المحققين بتوع الشرطة مقابلهم فيكتوريا، قالت لهم قضية ممتعة إن شاء الله. المعلم سهير هنا في السيرك شغال شغل على مية بيضة، بيتفاجئ بواحدة داخلة عليه اسمها عالية، عايزة تشتغل معاه. قال لها قدامك 5 دقايق بالظبط تقولي لي موهبتك عاملة ايه. قعدت تتنطر زي الدودة وترقص قدامه. قال يعني كده أقنعته، خلاص المخرج عايزها تقنعه. اشتغلت معاهم تمام التمام. هنا جه عمال يقول لهم السرقات دي بتتم سرقتين وسيب لك قناع واذهب للجحيم، ده طار بايت بينك وبين حد معين، انت ليك اعداء. وطلع بقى في شاشات التلفزيون ويقول له انا هقبض عليك ومش هسيبك تفلت من ايدي. وسهير عمال يضحك ولا في دماغه حاجه. راح الصبح سهير عشان يقابل جي ويقول له انا عارف مين اللي عمل كده. المهرج ده هو اللي بيسرق البنوك، لانه كان بيقدم عرض وده ما عجبش اندرسون، فقال له اذهب للجحيم، وكمان اللي يثبت لك انه بيسيب القناع بتاعه، وانا اكد لك الكلام ده. قال له خلاص اوكي، تعالى لي بكره على البنك عشان نشوف الدنيا فيها ايه. سهير راح الصبح على البنك ومعاه كاميرا كده حاططها في هدومه، وشاف كل حاجه موجوده تصميمات، وقعد يصور المكان كله والخزنه عشان يروح يسرقها. قعد بقى يرتب الخطة ويظبط الدنيا، واتصل بجي وقال له النهاردة هتتم السرقة لأن هنا يوم المهرج 1/4. جي قال لعلي لازم نقبض عليه النهاردة. بتفاجئوا إن الفلوس بتترمي قدامهم من فوق البنك، والشرطة بتجري ورا سهير عشان تمسكه. عمل حركة بهلوانية وقدر يهرب منهم وينط من فوق البنك من فوق، وجري هنا وركب الموتوسيكل بتاعه وقعد يهرب منهم، والشرطة وراه بتحاول تطرده عشان تقبض عليه. هنا عملوا عليه كماشة وكمان هيفتحوا عليه الكوبري عشان ما يقدرش يهرب. وجي بيقول له وقعت يا ريس، قال له ده عنده مترتر. وهنا هوب طلع بالموتوسيكل بأقصى سرعة، وقال ايه نزل بالموتوسيكل، عملوا لانش في المية ونزل فيه. وهنا بنفاجئ ان المعلم جي نزل وراه باللانش، امتى وازاي ما نعرفش. وهوب قام جاي متعلق كمان فين بعد ده ما هرب بالموتوسيكل، اتعلق في الطيارة ازاي برضه عادي ما تحطش في دماغك، وضرب طلقة جت في كتفه وما وقعش برضه، وفضل مصمم ودخل النفق وقدر يهرب منهم عن طريق المجاري. ومش هنجيب اللقطة دي ما تسألنيش ليه. هنا المعلم جيب دور عليه مش لاقيه، والسيرك شغال، ومتفاجئ ان المعلم سهير هنا سهير شغال عادي ومفيش اي اصابة ولا حاجة، وقام بالعرض بتاعه زي الفل. بتفاجئ ان جي راح له وقال له انت اللي سرقت البنك يا معلم، وانا عرفتك وانت المهرج، وكمان عشان اثبت لك اقلع هدومك دي وريني الطلقة اللي في كتفك كده. بيبص ما لقاش في حاجة في كتفه. قال له الله، راحت فين الطلقة، بتخش الجو ولا ايه؟ قال له بس صدقني انا مش هسيبك وهفك اللغز بتاعك. بنتفاجئ ان سهير واقف قدام المراية، لا ده مش واقف قدام المراية، ده واقف قدام اخوه. بنتفاجئ ان هما 2 توأم مش واحد بس، سهير وسمار.
وهنا المعلم سمار الطيب بيعالجوا، افتكروا هم صغيرين وابوهم ماسكهم من ايديهم وطالعين على السلالم دي، فالحبل هيتقطع منهم والواد سهير هيقع. سمر قام جاي ماسكه من ايده، ابوه قال له اوعى تسيب اخوك مهما حصل، قال له ما تقلقش يا داد. الواد سمار كان هنا في الصندوق وابوه شافه وبيقتل نفسه وبينتحر، وحط ايده على بقه عشان ما حد يسمعه ويقدر يكشف سرهم. وقفوا هنا قدام البنك وهم صغيرين واصروا ان هم ينتقموا، ومرت الايام والليالي والسنين وفعلا هم اللي كانوا بيسرقوا البنك عشان يدمروا اندرسون ده اللي تسبب في موت ابوهم. واحد بيظهر وواحد مختفي وسرهم محدش يعرفه غيرهم. هنا الشرطه اجتمعت تاني يوم وقالوا سيب يا عم جي وسيب يا عم علي القضيه وغوروا في داهيه. علي قال لي جي خليك يا عم، ما ينفعش نرجع لهند بمصيبه سودا كده وشكلك وحش. قال له خلاص انا هرجع احقق في القضيه تاني. وفعلا رجع تاني يعمل تحرياته واشتغل في السيرك عامل. قال لازم اراقبهم واعرف دنيتهم فيها ايه. سهير راكب هنا الاسانسير، نط هو على الاسانسير من فوق عشان يشوف الدنيا فيها ايه. لقى واحد واقف غير اللي في الاسانسير، اتفاجئ ان هما اتنين وبكده عارف السر بتاعهم. وسمار قال لسهير ميعاد الخروج بتاعي يوم الاحد بكره، انا هخرج يا باشا اتمشى. رجع جي هو وعالي وبيرتبوا بقى خطتهم، وقال له مش هسيبه مرتب خطه دي. والمعلم سمار هنا بيلبس عشان يخرج خروجته بتاعت كل اسبوع، عمال يتنطط ويرقص وحالته مية مية، شكله معتوه جدا. الواد جي عمل نفسه حرام وبيهرب وجري وقع قدامه ونط من وراه الشجرة يستخبى. الواد علي عامل نفسه هيقتله وقال له فين الحرامي؟ قال له معرفش. وسمار قال له مكان تاني، وقعد الواد جي جنبه ياكل معاه بقوا اصحاب وقعدوا يلعبوا مع بعض في الملاهي. اوكي كده تمام وادوله تذكرة عشان يحضر كمان العرض بتاع السيرك. الواد علي كده هو اللي انقذ جي من ايده. والمعلم سهير رايح البنك وعامل نفسه واحد مشلول ومربي دقن بيضة، وراح هنا شاف صورة ابوه واخوه، خد $25 وقال له ده اخر بنك اسرقه عشان اخلص كل اللي قضى واللي مضى من اندرسون ده يا داد. وهنا العرض شغال والواد جي بيتفرج عليه هو وعالي. وبعد كده قابل المعلم سمارو في يوم اجازته، قال له على فكرة البت عالية دي بتحبك يا سهير. فكلمة سهير دي خلت دماغه تلف، قال يعني هي بتحبه ولا بتحبني انا؟ الواد جي ده لئيم، قال له سيبني وانا امشي. راح للواد سمار لسهير وقال له انا اللي هعمل العرض. قال له لا مش هينفع، قال له ما تحاولش معايا، انا اللي هعمل العرض مع عالية، هو عيدك دي سيبني. وبدأ يزعلوا من بعضيهم والغيرة دبت في قلوبهم. وفعلا سهير ساب سمار يعمل العرض، هو شغال معاها ومعجب بيها، وأول مرة ياخد إيدها ويقدمها للجمهور، ماهيش مصدقة اللي بيحصل ده أبدا. مسكت إيده وقالت له نخرج سوا، ماهوش مصدق نفسه وعمال يتنطط بقى فرحان جدا. وراح لأخوه قال له أنا هخرج مع عالية. قال له هتخرج معاها على أساس إنك سمار ولا سهير؟ خلي بالك هي ما تعرفش إن أنت سمار، وأول ما تتكلم معاك وهتعرف من التهتهة بتاعتك وأنت بتتكلم إن أنت مش أنا، وهتودينا في 60 داهية. قال له مالكش فيه وانا كده هخرج معاها، وبعد كده انا هعمل العرض كله وانا اللي بخطط لكل السرقات وانت مالكش دعوه. قام جاي ضرب بالقلم على وشه وقال له اوعى وابعد عنه وسابه ومشي. وخد بعضه عشان يروح يقابلها ويمسح دموعه وهو زعلان جدا. وهنا جي قال لهم يا جماعه خلاص انا عرفت الخطه ورتبتها، وعرفت ان سمار وسهير هما اللي بيسرقوا البنوك وهنظبطهم متلبسين في السرقة اللي جاية. والمعلم سمار قاعد هنا مع عالية، وعالية معجبة بيه جدا وهي بتركب المترو وسايباه وماشية. جري هنا سمار راح لجي قال له بتحبني، لقى جي بيقلع الدقن اللي هو لابسها وقال له انا ظابط شرطة وانتوا اللي بتسرقوا البنوك وانا مش هسيبكم وهقبض عليكم. قال له انت راجل كذاب وقعدناش اصحاب وسيبني في حالي وانت ما تعرفش حاجة. وسابه قام جاي شده موقعه على الارض وخد بعضه ووقف مسبهل. في اللحظة دي هو سهير، وسهير كان بيراقب سمار وشاف المعلم جي معاه وعرف ان هو كاشفه، فخد اخوه هنا وخدره بحقنة وراح هو يكمل بقى المهمة على اساس ان هو سمار ويقابله. وربطه وحطه على شيت القطر عشان قطر يجي يموته ويروح يسرق البنك. لكن علي كان موجود وراح بسرعة انقذ جي من الموت في اخر لحظة. افلام هندي. وهنا سهير وسمار بيستعدوا عشان يروحوا يسرقوا البنك يا معلم، والشرطه كلها موجوده ومحاصراهم في كل مكان. الواد سهير فتح هنا الغاز، كلهم اختنقوا بتوع الشرطه وقدروا يهربوا من المكان ويسيبوه. والمعلمين سرقوا البنك وطالعين لابسين
لبسوا الشرطة ودمروا الاسم بتاع البنك كمان، وبيجروا بالموتوسيكلات كل واحد في طريق والشرطة وراهم مش سايباهم. قعدوا يضربوا فيهم ودمروا عربات الشرطة وظبطوهم تظبيطة محترمة جدا. وهنا جه مقابل المعلم سهير وعايز يخلص عليه، لكن الواد سهير وقعه وجاي يخبطه في دماغه عشان يخلص عليه، مرضيش يموته وسابه وقال له انا هسيبك تعيش، وخد بعضه مع اخوه ونطوا من فوق الجسر وقدروا يهربوا منهم. وجي قال انا مش هسيبهم ولازم اقبض عليهم. وهنا وهم على الجسر من فوق على الممر ده الشرطة محاصراهم بالهليكوبتر وبالعربيات، وفعلا خلاص كده جابوا اخرهم. عاوزين يهربوا، البت عالية قالت له سلم نفسك يا سمار، فسمع كلامها قال له مش هقدر اسيبها. فراح سهير بسرعة قال انا لازم اضحي عشان اخويا يكمل حياته، وفعلا خد السي دي معاه والفلاشة وقال له ده كل الجرائم اللي انا عملتها متسجلة هنا، بس بشرط ان انت تسيب اخويا سمار. قال له وانا موافق. وهو واقف معاه قال له من هنا ورايح هتبقى الواحدة، خلي بالك من نفسك. وبحركة بهلوانية بينط من فوق الجسر عشان ينتحر. جري سمار بسرعة مسك ايده قال له سيب ايدي، قال له ما اقدرش. وهو قال له اوعى تسيب ايد اخوك ابدا مهما حصل. وهوب سمار ساب ايده ونط معاه من فوق الجسر، والاتنين لو وقعوا خلاص كده بيموتوا. عمالين يفتكروا في حياتهم كلها وبصوا لبعضيهم وبالبقاء لله. وانتهى الفيلم هنا بعد فلسان أندرسون والبنك بتاعه. دي كانت نهاية الفيلم. أرجو لكم الاستمتاع بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. باي يا بشر.